السلام عليكم ورحمة الله، ربي يديم عليكم الصبر والستر والصحة وراحة البال. تعالوا نشوف طريقة عمل الفراخ المشوية، طريقة سهلة وبسيطة وإن شاء الله تعجبكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة وتضغطوا لايك وشير. إن شاء الله هنبدأ كده ونقول بسم الله. عندي فرخة 4 قطع، أيا كان بقى صدور أو وراك. دي عندي 4 وراك، قسمتهم الدبوسة لوحدها والباقي الورك لوحده. وجبت معايا بصلاية كبيرة، طماطمية كبيرة، بس دول كانوا طماطم وسط فجبت طماطميتين، والخضرة شبت وبقدونس وكزبرة. من كل واحدة كام عود كده، وحطيت عليهم نص كوباية من اللبن. والثوم اختياري، لو حابين نحط توم تمام، مفيش خلاص. هبدأ أضربهم في الخلاط ضربة كويسة كده، وهجيب الفراخ اللي أنا غسلاها كويس، طبعا بليمون وخل وملح. وهجيب التتبيلة اللي أنا ضربتها وهنزل عليها في الطبق ده. هحط عليها بقى، هحدقها بإيه؟ بملح وفلفل، ملح وكمون وكركم، معلقة كركم كده عشان عايزاها تبقى مصفرة، عشان هعمل جنبيها رز أصفر. سنة كاري، مش هكتر علشان الكاري ساعات بيكون حراق، فلو في اطفال ولا حاجة مش ما يضايقهمش. هبدأ بقى اخلط كل الخلطة دي كلها كده مع بعضها، وهبدأ اغلف بيها الفرخة. هدعك بيها كده الفراخ كويس. ولو في طبعا الجلدة هرفع الجلدة كده وانزل من تحتيها التتبيلة، علشان اتأكد ان التتبيلة وصلت لكل منطقة في الفراخ. اسيبها بقى قد ايه؟ دي على حسب الوقت اللي متاح عندنا، يعني اقل حاجة ساعتين. طبعا لو قدرت ان انا بيتها في التلاجة يبقى خير وبركة، يعني تبقى حاجة كويسة جدا. كل ما بتبيت في التتبيلة كل ما بيبقى الطعم بيبقى اجمل واحسن. بتشرب بقى من التتبيلة كده وتلاقي طعمها بيبقى اجمل. واللبن اللي احنا حاطينه ده بيخلي الفرخة بتبقى طرية جدا، وتيجي تاكلها كده تلاقي ايه؟ الفرخة بسم الله ما شاء الله بتدوب في البق. هحط لها كوبايه ميه واسيبها تغلي على البوتاجاز، على حسب بقى ايه نوع الفرخه، يعني لو بلدي بيضه، على حسب. هنبدا نختبر الفرخه كل شويه كده بشوكه، نشكها كده بشوكه. لو لقيناها لسه بتطلع ميه يبقى هي لسه ما استوتش، فهنسيبها تغلي شويه على البوتاجاز. واغطيها كويس عشان تستوي، كل ما تبقى متغطيه هتستوي اسرع. هنا بقى قلت على ما الفراخ ما تستوي نعمل كوبايتين الرز. انا هعمل رز اصفر، فجبت كوبايتين رز، وزي ما اتفقنا طبعا نعمل في الاستانلس، لان الاستانلس ده بيبقى صحي جدا في الاكل. هنجيب كوبايتين الرز غسلناهم الحمد لله. نشوحهم بقى كده بايه؟ بحته زبده ومعلقتين زيت، وهنبدا نقلب فيهم ونحط معلقه كركم، على حسب بقى اللون اللي احنا عايزينه، فاتح او غامق هنزود الكركم. بحب انا اخليه لونه اصفر كناري كده. بعد ما حطيت الكمية المناسبة او درجة اللون اللي انا عايزاها، وحدقته بالملح الابيض، هنبدأ بقى ان احنا نقلبه ونشوف كده نسبة المية المناسبة ليه ونزوده بس. وبعدين بقى هنبدأ ان احنا نغطيه ولحد ما يبدأ كده يدخل في السوى، وهقول لكم هنعمل ايه ان شاء الله. كده دخل اهو، دخل كده في التسوية بتاعته. على ما الرز ما بيغلي بجيب جزراية ببشرها وبحطها في الاخر كده وهو بيتشرب. ما بحطهاش في الاول عشان الجزراية ما تتبلش، بحطها في الاخر. وورقتين لوري وعود القرفة ده. وهبدأ كده برضو هقلبه كويس واوطي عليه بس، واسيبه بقى يستوي كده ايه على مهله. ما شاء الله بيبقى زي الفل وبيبقى جميل خالص. هنشوف بقى موضوع ايه الفراخ. طبعا زي ما قلت لكم هنختبرها كده ايه بالشوكة، وهنشوف لو لقينا هي لسه بتطلع المية يبقى هي لسه ما استوتش. لقيناها تمام خلاص، هنبدأ بقى نشيلها ونحطها فين؟ نحطها في الشواية. هننقلها بقى على الرف اللي هو الشبكة دي، علشان هقدر احطها في الشواية. ولو فيها اي دهون بقى ولا حاجة ايه تنزل في التتبيلة دي. التتبيلة دي بيبقى طعمها تحفة جدا لما بقى بناخدها ونحطها في الفرن، وبعدين بقى ناخدها نحطها بقى كده جنب الرز، بتبقى طعمها تحفة.
بكون مجهزة بقى كده على جنب ايه، فحمتين، وبحطهم جنب الفراخ وهي في الفرن او في تحت الشواية، وبحط عليهم من التتبيلة دي عشان يطلعوا البخار بتاع اللي هو الدخان بتاع الفحم. الدخان بقى بيطلع كده جنب الفراخ وهي بتستوي، بتبقى تحفة وبتبقى طعمها جميل. بجد جربوها هتعجبكم. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم اضغطوا لايك وشير واشتركوا في القناة. يا رب الفيديو يكون عجبكم. اتكلمنا